معايا صور للبيج رامي قبل ما يطلع على الستيج وبعد ما خد التان على طول، تقريبا فرق ساعتين لحد ما يطلع على الستيج. تعال نشوف فعلا هل هي نفس الكونديشن اللي احنا شفناها على الستيج، احسن ولا اسوء. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ معاكم ميجو، ده ميجو فات فورمتك في البيت. لو دي اول مره تشرفني هنا في القناه فانا اسمي ماجد محمد. انا فاتنس واونلاين ترينر هنا من البيت، بحيث ان انت لو ما عندكش وقت وبتحب تتمرن، ما عندكش الاكويبمنت، ما عندكش حتى المقدره الماليه، فيا باشا كل المحتوى وكل الكونتنت ده تحت امرك وببلاش. في الفيديو بتاع النهارده هنشوف صور لاول مره تنزل على السوشيال ميديا، صور للبيج رامي بعد لما خد التان على طول. وتقريبا زي ما قلت لكم في الانترو كده، هو الفرق ما بين الصور دي وما بين الصور اللي على الستيج تقريبا ساعتين ثلاثه. فتعالوا نشوف الكونديشن بتاعتها، هل كانت احسن اسوأ ولا زي اللي على الستيج. يلا بينا. اول صوره معانا وهي الباك دبل بايسبس. لو بصينا كده، لو خدناه من تحت لفوق، اول حاجه السمانه او عضله السوليوس، الكاف، ما شاء الله كل الكلام ده تفاصيله كويسه. الاضاءه مش احسن حاجه بصراحه، ولكن انا شايف ده تقريبا مطبخ دينيس جيمس اي ثينك، يعني لان هو بيتصور كل سنه في نفس المكان ده. بالنسبه للجلوتس والهامسترينجز بقى، احنا لو كنا بصينا على الجلوت الشمال في الصور اللي على الستيج كان فيها ديفورميشن او كان فيها سن التشوه، كانوا بيقولوا من مطرح الاسترويد اللي خده. وما يحبذش ان البادي بيلدر يعني يضرب لوكال قبل البطوله باسبوعين ثلاثه علشان ما تسببش او ما تسيبش علامه في اي مطرح. فانا مش شايف ده خالص. انا مش عارف بجد ايه اللي حصل ما بين الصور ديت والصور اللي على الستيج. هنطلع لمنطقه اللور باك اللي هو عنده مشكله فيها وعنده اصابه في النيرف. يعني انا مش شايف يا جماعه، مش شايف اي حاجه خالص والله. انا شايف الكريسماس تري هي عنده ما شاء الله، الوسط بتاعه رفيع والكتف بتاعه زي الفل والدراع. فانا مش عارف. تعالوا نشوف طيب الصور اللي بعدها. الصوره اللي بعدها تفاصيل الكوادز من قدام، تفاصيل الكاف، الميد سكشن عنده محترم قوي يا جماعه، مش كبير خالص خالص. انا مش عارف هو يعني هو كل مثلا بعد التان ولا ايه اللي حصل بالظبط. يعني ما شاء الله الله اكبر. انا مش شايف اي حاجه خالص، ولا حتى الخرم اللي في الكواد بتاعه باين. تعالوا نشوف البوز اللي بعده. ايه يا جماعه، انتوا شايفين اللي انا شايفه صح؟ يعني ما شاء الله يا جماعه، ايه ده؟ الكونديشن بتاعته اول، والله العظيم بجد اول. يعني ناشف وضخامه ومفيش عضله خدت العين. انا مش عارف بجد ايه اللي حصل ما بين الصور ديت وما بين الصور اللي على الستيج. عشان كده في كمال الاجسام يا جماعه، الفاينل تاتشز او اللمسات الاخيره ديت ممكن ساعتين تطلعك فوق وساعتين تنزلك الارض خالص. عشان كده برضو الدايت بلان بتاعت البيك ويك الاسبوع الاخير اللي قبل اللاعب ما يطلع على الستيج بيبقى مختلف تماما عن اي دايت انت شفته في حياتك، وكميه الميه اللي بياخدها والملح اللي بياخده والكلام ده كله. تعال نشوف الباك دبل بايسبس. طيب ممكن نقول ان الجلوتس لا، هي اضاءه بس اللي مش باينه قوي، بس انا مش شايف اي ديفورميشن يا جماعه فيها. واللور باك برضو محترم جدا. مش عارف بجد. تعال بقى نشوف اخر بوز معانا، وده اللي هيبين بجد منطقه الميد سكشن. الله اكبر، الله اكبر يا جماعه. يعني السمانه ديفايند وكبيره، الكوادز تحفه ما شاء الله وما فيهاش اي ثقوب ومش باين عليها اي حاجه. منطقه الميد سكشن محكمه جدا جدا، حتى الاوبليكس بتاعته، اللاتس ما شاء الله. شايفين الفي تيبر ده بنسميه الفي تيبر عشان شكلك بيبقى عامل زي حرف الفي، او ده بيسموه الاكس فاكتور في البادي بيلدرز، علشان رجليه بتبقى كبيره ووسطه بيبقى صغير وبيبقى طالع على كبير برضو من منطقه اللاتس. فهو فعلا اكس فاكتور. فانا بجد مش فاهم يا جماعه ايه اللي حصل، وللاسف محدش فاهم اي حاجه. اخر حاجه حابب اتكلم عليها يا جماعه، وهو ان البيج رامي ان شاء الله باذنك يا رب هينزل مصر. ما عنديش خلفيه امتى، بس ممكن بكره بعده او بعده بالكتير. امتى بالظبط هعرف واقول لكم في ستوري من الستوريات على الانستجرام، فلو مش عامل لي فولو روح اعمل فولو هناك.
ورجاء يا جماعه، رجاء يعني بلاش نخلي الاستقبال بتاعه اقل من السنين اللي فاتت، يعني ما نحسسوش اصلا ان هو خد مركز متاخر عن السنين اللي فاتت خالص، بل بالعكس احنا المفروض الاعداد تبقى اكتر واكتر واكتر، لان هو اصلا في اللي مكفيه، وهو اصلا يعني عايز اقول لكم بيلوم نفسه كل لحظه وكل ثانيه. هو عنده دم جامد قوي يا جماعه والله، وعنده ضمير لاخر درجه. فرجاء يا جماعه نسبريد ذا وورد، او نعرف الناس كلها ان البيج رامي هينزل خلاص في الاونه الاخيره ديت، كمان يوم او يومين بالكتير قوي. كله بقى اللي عنده مقدره ان هو ينزل ويروح مطار القاهرة، يا ريت يا جماعة، يا ريت يعني. هتفرق جدا 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 مع البطل بتاعنا، وهتديله دافع، لان هو زي ما شفته في الفيديو اللي اتكلم فيه وقال ان انا مش ميت بعد الشر طبعا، الفيديو اللي انا كنت نزلته، كان بيقول ان انتوا اهم من اهم اي حاجة في حياته، يعني احنا مصدر السعادة واحنا مصدر الموتيف بالنسبة له، اللي هنخليه باذنك يا رب يكمل ويرجين وياخد التايتل تاني. ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه، والاهم بقى من الاشتراك في القناه اللايك يا جماعه، بيعرف الفيسبوك بجد، فيسبوك ايه بيعرف بيعرف البلاتفورم سواء كان يوتيوب او فيسبوك او ايا كان، يعني ان الفيديو ده الناس بتشوفه ان هو بجد بيقدم كونتنت وبقى الى اخره. ويا سلام بقى لو رزعتني كومنت تحت الفيديو ده. اخر حاجه بالنسبه للتدريب الاونلاين، ممكن تسيب لي كومنت تحت الفيديو ده، او تبعت لي على الخاص اللي هيبقى موجود في الديسكربشن بوكس او في صندوق الوصف. شكرا يا شباب، ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه. بيس.